كده اكيد مش هيفضل وهيمشي، وبتهرب بسرعة من المكان. وبتفتكر لما كانوا صغيرين كانت بنت جميلة جدا عكس سونغ اللي بيكون ساعتها تخين وكل الولاد بتتنمر عليه ما عدا يوجين اللي دايما كانت تدافع عنه وتحميه في المدرسة. وبتروح تحكي لصاحبتها كل حاجة حصلت، وبتعرفها ان سونغ مشي من جنبها ومعرفهاش. وبتجيلها فكرة ساعتها ان هاري تروح تقابله على اساس انها هي، وبتبقى مفهمها هتقوله ايه بالظبط. وفعلا بتروح وبتعتذر له على التأخير كأنها يوجين يعني. وساعتها سونغ بيقول لها انها لسه جميلة زي ما هي، وبياخدها في حضنه وبيفتكروا ذكرياتهم سوا. ويوجين بتكون مراقباهم وشايفة كل حاجة، حتى بتروح وراهم على المطعم اللي بياكلوا فيه. وبيعرفها سونغ انه لسه محتفظ بكل جواباتها والرسائل بتاعتها. فبتفرح يوجين جدا من الكلام ده، وبتفهم هاري تعرفه انها مسافرة علشان هتكمل دراستها في انجلترا. فبيحزن سونغ جدا، وبيعرفها انه دايما كان حاسس بالوحدة طول ما هي كانت بعيدة عنه، ولكنه ما بيقدرش يعترض. وبيعرفها انهم